لا يمكن لأرباب استراتيجية التتريك انتقاد رفع الأعلام التركية في أربيل. منذ الليلة الماضية أصبحت قضية الأعلام التركية التي تم رفعها في شوارع أربيل أثناء زيارة أردوغان الأجندة الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي. البعض عارضوا رفع الأعلام التركية من مبدأ وطني ومشاعر قومية، لكنهم القلة القليلة من المنتقدين، بينما جعل حزب العمال الكردستاني PKK وأذياله من هذا الحدث حملة هجومية شعواء. ونحن هنا نميز من ينتقدون الحدث بحسن نية وإخلاص ووطنية، كون موقف PKK ليس سوى موقفا نفاقيا خيانيا عدوانيا تجاه هذه القضية. كيف لا وهم يحاولون استخدام هذه القضية في حملتهم ضد بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم، قد يكون عدد الأعلام لدى زيارة أردوغان أمرا يدعو للنقاش والجدل، فإقليم كردستان الذي أصبح محاطا ومحاصرا بالدول الاستعمارية والإقليمية ووكلاء هذه الدول من التنظيمات والقوى، وأن هناك توازنات في الشرق الأوسط لا يمكن إنكارها، فليس بإمكانك ممارسة السياسة والدبلوماسية في الشرق الأوسط حسب رغبتك وكيفما تحب أو لا تحب. وعلاقات إقليم كردستان مع العراق وتركيا ضمن هذا الإطار بالإمكان مناقشة وتحليل المسألة، تطوير العلاقات وازديادها، لكن الطرف الأخير الذي بإمكانه القيام بهذا الأمر هو PKK، كون استراتيجية هذا الحزب الدخيل هي استراتيجية التتريك في الصميم. فمنذ عام 2000 لم يدخر أوجلان وحزبه PKK جهدا في محاولاتهم الرامية للتحبيب الكمالية وعلم الأتراك للشعب الكردي، سواء هنا أو هناك، ومن خلال النظريات وطرح أفكار التتريك وإلى آخره. بل عدا كل هذا يكفينا دليلا وإثباتا فيديوهات اعترافات أوجلان وهو يتوسل للقادة الأتراك بأنه على أتم الاستعداد لخدمة دولته تركيا، وأن والدته تركيا، ملتمسا منهم أن يعطوه فرصة ليجعل دماء الجيل الجديد من شباب الكرد تراق من أجل تركيا. فتنظيم PKK الذي يؤله وآبو الذي باع قيم الأمة الكردية لدولة تركيا من أجل إنقاذ حياته من حبل المشنقة لا يمكنه أن يصبح وطنيا من خلال معارضتهم لرفع علم تركيا في العاصمة أربيل. نعم، لا يمكن للمتسولين أمام عتبة دولة تركيا أن يمثلوا شرف الوطنية والقومية. إن علاقات الديمقراطي الكردستاني وإقليم كردستان مع تركيا هي علاقات شفافة ولا تحتاج لأقنعة، لكن بخلاف PKK فمنذ 15 من شباط عام 99 عقد أوجلان عشرات الاجتماعات السرية واللقاءات الغامضة مع كبار المسؤولين الأتراك، كما عقد مسؤولو PKK كذلك عشرات الاجتماعات السرية مع كبار مسؤولي المخابرات التركية وأكابا في بروكسل وأنقرة وإمرالي في الكواليس ووراء الأبواب المغلقة. كما تم تسليم عفرين خلال ليلة للجيش التركي وفق معاهدات سرية فيما بينهم. كما وهبوا باكور كردستان تركيا بأكملها لدولة الاحتلال عقب حرب شكلية سميت بحرب الخنادق. بل دأب أوجلان وحزبه على حرق وحظر علم كردستان أينما كانوا، وجعلوا الحركة الكردية في باكور كردستان تابعة للكمالية. والآن يرفع صور آبو وأتاتورك معا. جعل الحزب التركي من شباب الكرد سواريا لرفع العلم التركي خلال المسيرات والتظاهرات في باكور كردستان. فالPKK الذي يتحرك بإملاءات تركية ووفق أجنداتها لا يمكنه أن يتحدث عن الوطنية والقومية، فالمسألة بهذه الغاية من الوضوح. لهذا نقول: من يسب ديننا فعليه أن يراجع دينه أولا. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فهو الحزب الذي باع كركوك أمام أنظار الكرد والعالم، فكيف له أن يقدم نصائح وطنية للديمقراطي الكردستاني؟ لا يمكن لأي منظفات تظهير خيانة PKK. قادة PKK باسي هوزات وأيدن ديرسن يصرخون ملء حناجرهم: شنغال ليست كردستان. وفي العراق وضعوا أعلام ورايات ميليشيات الحشد الشعبي على أكتاف شباب الكرد وحولوهم لمرتزقة لشيعة العراق وميليشيات الحشد. لذا لن نقبل ممن يسمي نفسه إعلاميا أو مثقفا أو فنانا التزم الصمت تجاه هذا الكم الهائل من الخيانات والغدر من قبل PKK بحق الأمة والأرض أن يأتي اليوم وينتقد رفع العلم في أربيل. فنقول لهؤلاء: أنتم مخادعون مضللون. لن نترك مجالا لسياسة الحرب الخاصة التي ينتهجها PKK والاتحاد الوطني. من ينتقد أربيل عليه أن يعرف نفسه وحدوده، وليعلم الجميع أن زكاة الوطنية والإخلاص لحركة البارزاني ومسيرته وحدها تكفي PKK وعشرات الحركات والأحزاب مثله لجذبهم إلى خط الوطنية والقومية.